السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الدرس الأول في الوحدة الرابعة بعنوان انتشار الإسلام في إفريقيا للصف الأول الإعدادي. هل يا ترى إفريقيا ما تعرفش العرب أو العرب عمرهم ما دخلوا إفريقيا قبل الإسلام؟ هقول لك لأ، ده العرب ارتبطوا بعلاقات تجارية مع إفريقيا أو مع قارة إفريقيا قبل ظهور الإسلام. طب يا ترى إيه السبب في كده؟ القرب الجغرافي بين مين ومين؟ بين شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا. كمان قدرت قارة إفريقيا تعرف الإسلام لأول مرة لما الرسول صلى الله عليه وسلم أشار على الصحابة إن هم يهاجروا من شبه الجزيرة العربية لبلاد الحبشة. بلاد الحبشة دلوقتي أنا هلاقيها فين؟ في أثيوبيا. طب هم أمرهم بالهجرة ليه؟ فرارا من أذى قريش. ممكن هنا يجيب لي سؤال، بما تفسر؟ يقول لي بما تفسر أشار الرسول أو النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالهجرة إلى بلاد الحبشة؟ الإجابة هتبقى فرارا من أذى قريش. طب يا ترى هم هيجوا من شبه الجزيرة العربية لإفريقيا إزاي؟ هيجوا من شبه الجزيرة العربية لإفريقيا من خلال عدة معابر، يعني من خلال عدة طرق. المعابر ديت كانت هي بداية العلاقات بين العرب وبين سكان شرق القارة الإفريقية، وده اللي ساعد على نشر الإسلام في المناطق دي. علشان كده أول المناطق اللي انتشر فيها الإسلام هي شرق إفريقيا. طب اشمعنى شرق إفريقيا؟ بسبب القرب الجغرافي أو الموقع الجغرافي. طيب العرب في الأول قبل الإسلام استخدموا المعابر دي؟ استخدموها. طب استخدموها ليه؟ استخدموها بغرض التجارة. طب ده ترتب عليه ايه؟ ان العرب اختلطوا بأهل الساحل الشرقي لإفريقيا، اتجوزوا منهم وعملوا كمان محطات تجارية هناك. طيب يا ترى ايه هي المعابر دي؟ اول معبر معانا وهو شبه جزيرة سيناء اللي موجود طبعا في مصر، وده معبر البري الوحيد اللي هيربط ما بين مين ومين؟ ما بين شبه الجزيرة العربية وما بين إفريقيا. من خلاله عبرت الجيوش العربية، من خلاله عبرت الجيوش العربية أو أسفة جيوش المسلمين. مين جيوش المسلمين؟ اللي هو سيدنا عمرو ابن العاص في عهد عمر بن الخطاب، لما جه علشان أو لما دخل مصر علشان يفتح مصر ويخلصهم من ظلم الرومان وينشر الإسلام، وبعدين اتجه لفتح شمال إفريقيا. تاني معبر معانا وهو المحيط الهندي ومضيق باب المندب، والمعبرين المسلمين استخدموهم أو أسفة العرب استخدموهم قبل ظهور الإسلام. طب استخدموهم لإيه؟ للتجارة. التجارة مع مين؟ مع شرق إفريقيا. كمان المسلمين الأوائل استخدموهم للهجرة لبلاد الحبشة، وكمان من خلالهم انتشر الإسلام في شرق إفريقيا، ومنه انتقل الإسلام كمان لغرب إفريقيا. تالت معبر معانا وهو البحر الأحمر اللي كان ليه دور مهم جدا في نشر الإسلام في شرق إفريقيا. طب البحر الأحمر هينشر الإسلام في شرق إفريقيا ده من خلال إيه؟ من خلال الهجرات، إن هما يهاجروا من شبه الجزيرة العربية لشرق إفريقيا. من خلال التجارة، إن هما هيهاجروا أو أسفة هيجوا من شبه الجزيرة العربية لإفريقيا بغرض التجارة البيع والشراء. ومن خلال الأنشطة الدعوية، يعني إن هما يدعوهم إلى الإسلام، يدعو الدول الإفريقية وشرق إفريقيا للإسلام. كمان المسلمون الأوائل استخدموا البحر الأحمر علشان يتنقلوا من شبه الجزيرة العربية وإفريقيا. كمان المسلمين الأوائل عملوا مراكز تجارية إسلامية. المراكز دي عملوها فين؟ على طول الساحل الشرقي الإفريقي. المراكز دي بعد كده أصبحت مراكز لنشر الإسلام في قلب إفريقيا نفسها. طيب إيه كمان اللي ساعد على نشر الإسلام وتنشيط التجارة؟ حفر قناة اسمها خليج أمير المؤمنين. القناة دي اتحفرت إمتى؟ بعد الفتح العربي الإسلامي. مين اللي حفرها؟ عمرو بن العاص في عهد مين؟ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. هي القناة دي كانت موجودة قبل كده؟ أيوة، اللي هي اتحفرت أيام سنوسرت الثالث، قناة سيزوستريس، وبعدين اتردمت. طب هي كانت بتربط ما بين مين ومين؟ ما بين البحر الأحمر
ونهر النيل كان ليها أهميتين، اللي هي ساعدت على تسهيل التجارة وتنشيط التجارة، كمان ساعدت على نشر الإسلام في إفريقيا. طيب الإسلام المبادئ بتاعته كانت سامحة. يعني مبادئه سامحة؟ يعني كان بيقوم أو كان بيدعو للعدل، للمساواة بين الناس، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. الأفارقة لقوا إن مفيش فرق ما بين الأبيض والأسود، كمان كلهم سواء، كمان كان في عدل. علشان كده كانوا بيتسارعوا أو كانوا بيجروا علشان يعتنقوا الإسلام، بس هيعتنقوا الإسلام حب وطواعية مش بحد السيف. معظم الأساليب اللي انتشر من خلالها الإسلام كانت أساليب سلمية. طيب إيه هي الأساليب اللي ساعدت على انتشار الإسلام في إفريقيا؟ الدعاء. من الدعاء حبة أفراد قدروا ياخدوا أو قدروا يتعلموا علوم دينية، العلوم دي هتأهلهم إن هم ينشروا الإسلام وينشروا تعليم الدين الإسلامي بالطرق السلمية. طب لو جاب لي في الامتحان الدعاء يعني إيه؟ هم أفراد تلقوا قدر من علوم دينية تؤهلهم لنشر الإسلام وتعليمه بالطرق السلمية. طيب الدعاء دول نشروا الإسلام إزاي؟ هقول لك. قادة القبائل الإسلامية اللي موجودين في إفريقيا كانوا بياخدوا الدعاء ويرسلوهم علشان ينشروا الإسلام في باقي القبائل الإفريقية، والناس كانت بتحترمهم وبتقدرهم. يعني كان الدعاة دولت ليهم مكانة عالية وبيحظون بنوع من التقدير والاحترام. تاني أسلوب من نشر الإسلام أو من أساليب نشر الإسلام وهما التجار المسلمين. التاجر. طب إزاي التاجر المسلم هينشر الإسلام في قارة أفريقيا؟ خلي بالك التجار المسلمين نشروا الإسلام في قارة أفريقيا بطريقة غير مباشرة. إزاي؟ من خلال مظهرهم، من خلال ملابسهم. كانت دايما مظهرهم وملابسهم نظيفة محتشمة، أخلاقهم حميدة حسنة، كانوا بيتسموا بالصدق والأمانة، لا عمرهم اتعاملوا بالربا أو الغش. يعني الربا يعني إن أنت تسلف حد جنيه وتقول له هات لي مثلا بكرة 2 جنيه أو هاتولي الأسبوع الجاي 2 جنيه، ده الربا. الغش اللي انت مثلا تبيع نوع من الفاكهة والخضار وهو جميل وطازة قدام الناس، لكن في المقابل اللي انت بتعمل ايه؟ اللي انت بترمي الكيس اللي فيه الفاكهة ديت وتديله كيس تاني فيه فاكهة بايظة، ده الغش. او تديله مثلا الرز مسوس، ده غش. تمام؟ لا، المسلمين الاوائل او اسفة التجار المسلمين كانوا بيتعاملوا بالايه؟ بالربا، او كانوا بيرفضوا التعامل بالربا والغش، علشان كده كانوا بيتسموا بالصدق والأمانة. الناس حبوهم وحبوا طريقتهم فحبوا يكونوا زيهم فدخلوا الإسلام. كمان الموانئ والمراكز التجارية اللي عملها المسلمون اتحولت لمراكز ثقافية كانت بتنشر الإسلام. طيب زي مدينة ايه؟ كانوا اللي كانت موجودة في نيجيريا حاليا، وكمان تومباكتو اللي موجودة في مالي حاليا. التجار المسلمين عملوا كمان مساجد كتيرة في إفريقيا، وكانوا بياخدوا الطلاب المتميزين من السكان الأصليين لإفريقيا وكانوا بيبعتوهم للمعاهد العلمية اللي موجودة في مصر أو شمال إفريقيا. طب كانوا بيبعتوهم هناك ليه؟ علشان يكتسبوا مزيد من العلم، ولما يرجعوا لبلدهم تاني يكونوا قادة للفكر الإسلامي في بلدهم. ثالث أسلوب من نشر الإسلام وهو الزواج والمصاهرة. إن العرب هيتجوزوا من مين؟ من النساء الأفارقة. طيب هو الزواج ده ساعد على إيه؟ التجار العرب لما اتجوزوا النساء الأفارقة ترتب على كده إن حصل إن العرب نقلوا من العادات والتقاليد الإسلامية للشعوب الإفريقية. كمان حصلت تقوية للعلاقات بين الطرفين، الأهل والأهل بقوا في علاقات قوية بينهم الاتنين، فساعد على تقوية العلاقات بين الطرفين. رابع حاجة وآخر أسلوب من أساليب نشر الإسلام وهي الهجرات. يعني إيه هجرات؟ الهجرات الإسلامية اللي كانت من شبه الجزيرة العربية لقارة إفريقيا. طيب إزاي؟ أول واحدة وهي هجرة الصحابة الأوائل لبلاد الحبشة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة إن هم يهاجروا لبلاد الحبشة اللي هي أثيوبيا هربا من أذى قريش. بعد كده الهجرة بتاعت المسلمين استمرت لشرق إفريقيا، وده ساعد على حاجتين: نشر الإسلام
ونشأة الممالك الإسلامية. تاني هجرة وهي إن العرب المسلمين هيهاجروا لإفريقيا. هيهاجروا ليها ليه؟ بحثا عن المعادن والأحجار الكريمة. طيب هاجروا علشان يدوروا على المعادن والأحجار الكريمة زي الفيروز وغيره. طيب ده ساعد على إيه؟ إن هم مهاجرين خدوا معاهم صورة من الحضارة العربية. طيب دلل على كده زي إيه؟ زي لما الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان عمل إيه؟ أرسل البنائين المسلمين، أرسلهم فين؟ إلى الساحل الشرقي الإفريقي. طب أرسلهم للساحل الشرقي الإفريقي، يعني شرق إفريقيا ليه؟ علشان يبنوا المدن على الطراز الإسلامي. فلو قال لي دليل، نقل المسلمين الأوائل نقلوا إيه؟ نقلوا صور من الحضارة العربية إلى البلاد اللي هاجروا ليها. دلل على ذلك هقول زي الفن العمارة الإسلامية اللي أرسل، أو زي ما أرسل الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان، أرسل إيه؟ أرسل البنائين إلى الساحل الشرقي الإفريقي ليبنوا المدن على الطراز الإسلامي. آخر حاجة فرار بني أمية وأنصارهم إلى داخل القارة الإفريقية. بني أمية اللي هي الدولة الأموية، أنصارهم اللي هم المواليين ليه داخل القارة الإفريقية. بعد ما سقطت الدولة الإفريقية، بعد ما سقطت الدولة الأموية على إيد أبو مسلم الخراساني بعد معركة الذئب الكبرى، نشأت الدولة العباسية. الأمويين اللي حصل له هاجر بني أمية إلى السودان، اللي فاضلين منهم هاجروا للسودان وهاجروا لمناطق تانية داخل إفريقيا. الناس اللي هاجرت دي ساعدوا على نشر الإسلام واللغة العربية فين؟ في الأماكن اللي هاجروا ليها. بعد كده هاجر المسلمين لوسط وغرب إفريقيا في فترات كتيرة مختلفة، وده كان له دور كبير في نشر الحضارة الإسلامية ونشر كمان الإسلام. أخدنا الجزء الأول من الدرس الأول في الوحدة الرابعة، إن شاء الله هنكمل الجزء الثاني في الفيديو الجاي. سلام.